عمرك صحيت من النوم وانت حاسس انك متكتف، عينك مفتوحة، شايف كل حاجة في الأوضة، سقف الأوضة، ظل الدولاب، نور الشارع اللي داخل من الشيش، بس جسمك مشلول تماما. بتحاول ترفع ايدك، مفيش فايدة. بتحاول تصرخ وتنده على اي حد ينقذك، مفيش اي صوت بيطلع من شفايفك. وفجأة تحس بتقل رهيب على صدرك، كأن في جبل قاعد فوقيك، او كأن في حد لازق في وشك بيتنفس هوا بارد وانت مش قادر حتى ترمش. لو مريت بالتجربة دي فانت غالبا جريت مسكت التليفون وكتبت على جوجل الأعراض دي وقريت ان اسمها العلمي شلل النوم، او زي ما اجدادنا سموه الجاسوم. والمقالات العلمية طمنتك وقالت لك ان ده مجرد خلل بسيط، المخ بيصحى قبل الجسم، وان الموضوع ملوش اي علاقة بالجن والعفاريت. انا كمان عملت زيك بالظبط، قريت واقتنعت وصدقت التفسير ده. كنت بضحك على نفسي علشان اقدر اغمض عيني وانام، لحد ما سكنت في شقة وسط البلد واكتشفت ان العلم بيكون مجرد مسكن بنداري بيه حقيقة مرعبة لو عرفناها ممكن نفقد عقلنا. اسمعني كويس وركز في كل تفصيلة هقولها، لان اللي هحكولك ده ممكن يكون بيحصل معاك كل ليلة وانت ما تعرفش. اسم احمد، عندي 31 سنة، بشتغل مصمم جرافيك حر، يعني شغل كله من البيت وماليش مواعيد نوم ثابته. من حوالي 3 سنين قررت استقل بحياتي واسيب بيت العيله. دورت على شقه ايجار تكون هاديه وسعرها معقول، ووقعت قدامي شقه في عماره قديمه جدا في متفرعات شارع طلعت حرب. عارفين العماره دي؟ السقف عالي جدا، البيبان خشب تقيل، الارضيات باركيه قديم بيعمل صوت تزييق مع كل خطوه. العماره كان ليها ريحه مميزه، ريحه زمن قديم، رطوبه مع ريحه خشب عتيق. الشقة كانت واسعة بس حبيتها، حسيت انها المكان المثالي عشان اركز في شغلي. اول كام اسبوع عدوا بسلام، كنت بسهر طول الليل اشتغل وانام على وش الفجر، لحد ما جت ليلة من ليالي شهر نوفمبر. الجو كان بدأ يبرد، كنت نايم على ظهري وسايب المروحة القديمة بتاعت السقف شغالة على اقل سرعة عشان بتعمل صوت خفيف بيريح اعصابي. صحيت فجأة، عيني فتحت في الضلمة، حسيت ان في حاجة غلط، الأوضة ساكتة بزيادة، حسيت صوت المروحة ما كانش مسموع. جيت أعدل نفسي علشان أبص على الساعة في الموبايل، جسمي ما اتحركش. حاولت تاني، مفيش أي استجابة. إيدي كأنها متسمرة في السرير، رجلي تقيلة كأنها من رصاص، ضربات قلبي بدأت تزيد. حاولت آخد نفس عميق لكن صدري مقفول، كأن في حزام حديد ملفوف حوالين ضلوعي. بدأ ينزل مني عرق بارد، حاولت أفتح بقي بس صوتي كان محبوس في حنجرتي. قعدت على الحال ده حوالي دقيقة كاملة من الرعب والعجز، وبعدين كان في زرار اتداس عليه، جسمي اتنفض وأخدت نفس عميق جدا كأني كنت غرقان وطلعت لسطح المية. قمت قعدت على السرير وأنا بنهج، قريت المعوذتين وشربت مية. تاني يوم الصبح دورت على النت وعرفت إنه شلل النوم. التفسير العلمي ريحني، قلت لنفسي ده إرهاق شغل وضغط وقهوة كتير. بس الموضوع موقفش عند الليلة دي، الجاسوم بدأ يزورني مرة كل أسبوع، وبعدين مرتين، وبعدين بقى شبه يومي. لكن المشكلة ما كانتش في التكرار، المشكلة كانت في التطور. الموضوع ما بقاش مجرد عجز عن الحركة، الأوضة كان بيتغير فيها حاجات وقت الشلل. في ليلة صحيت مشلول كالعادة، بس المرة دي حسيت ببرودة غير طبيعية في الأوضة، وعيني اللي كانت الحاجة الوحيدة اللي بتتحرك لمحت حاجة في زاوية الأوضة اللي جنب الدولاب. ظل أسود أغمق من ضلمة الأوضة نفسها، ظل ملوش ملامح بس شكل بني آدم طويل جدا واقف وباصصلي. كنت عاوز أغمض عيني عشان ما اشوفهوش، بس حتى كفوني ما كنتش قادر أتحكم فيها. الظل بدأ يتحرك ببطء شديد، خطوة والتانية، لحد ما وقف جنب السرير. وقتها حسيت بتقل على السرير، المرتبة نزلت لتحت كأن في حد ركبته اتسندت عليها. وبعدين سمعت الصوت، صوت نفس خشن بطيء بيخرج بصعوبة، كان قريب جدا من ودني الشمال. كنت سامع صوت نفس طالع وداخل، وريحة نفس كريهة جدا، ريحة شبه ريحة التراب المبلول أو المقابر القديمة. قلبي كان بيضرب بسرعة لدرجة إن حسيت إنه هيقف. الخوف الداخلي اللي بتحس بيه وإنت في قمة ضعفك وعجزك. سمعت خناقة قطط شرسة جدا في الشارع تحت الشباك، أصوات عواء وصرخات قطط مرعبة. وفجأة سكتوا كلهم في نفس الثانية، كأنهم حسوا بوجود حاجة أكبر منهم. وفي عز الصمت ده سمعت صوت أذان الفجر من الجامع اللي في آخر الشارع. في اللحظة دي الظل اختفى والتقل اللي على صدري اتشال وقدرت أتحرك. قمت جريت فتحت النور وأنا بترعش، وما نمتش تاني في الشقة دي يومها. الرعب الحقيقي بدأ لما اتعرفت على جاري اللي في الشقة اللي قصادي، عم محمود، راجل في أواخر الأربعينات عايش لوحده. شفته كذا مرة على السلم، بس يومها كان شكله غريب،
كان نازل السلم ببطء، وشه شاحب جدا وتحت عينه هالات سودا كأنه ما نامش بقاله شهر. وقفت معاه وقلت له مالك يا عم محمود، شكلك تعبان قوي. بصلي بعين مكسورة، عين واحد استسلم تماما، وقال لي بصوت واطي انت بتعرف تنام يا احمد؟ استغربت من السؤال، رديت بتردد الحمد لله. ليه يعني؟ قرب مني وقال لي انا بقالي اسابيع مش عارف انام، الجاسوم ما بيرحمنيش. بس ده مش جاسوم يا احمد، ده بيكبر، وزنه بيتقل كل يوم على صدري. انا حاسس انه بيسحب روحي من جسمي، مبقاش بيسيبني غير لما اذان الفجر يقدم. الكلام نزل عليا زي التلج، نفس اللي بيحصل له بالظبط. حاولت اهديه وقلت له التفسير العلمي، وقلت له يروح لدكتور مخ واعصاب او دكتور نفسي. ابتسم ابتسامه حزينه جدا وقال لي العلم ما بيفسرش ليه بشم ريحه الكافور والتراب قبل ما يكتفني يا ابني، خلي بالك من نفسك. وسابني ونزل. كلام عم محمود خلاني اشك في كل حاجه. هل يعقل اننا احنا الاتنين عندنا نفس الخلل في المخ وفي نفس التوقيت، ولا العماره دي فيها حاجه؟ بعدها بيومين حصلت الفجعه. صحيت الصبح على صوت دوشه على السلم. بفتح الباب لقيت بواب العماره ومعاه شرطه واسعاف. عم محمود مات في سريره. البواب قال لي انهم كسروا الباب لما ما ردش عليهم ولقوه ميت. الدكتور بتاع الإسعاف قال إنها أزمة قلبية حادة وهو نايم، لكن البواب بصلي بخوف وقال لي جملة عمري ما هنساها: يا أستاذ أحمد، أنا غسلت ميتين كتير، بس عمري ما شفت ميت ملامح وشه متجمدة على الرعب ده. عم محمود مات وهو بيبحلق في السقف كأنه شاف ملك الموت نفسه. في الليلة دي أنا ما قدرتش أنام. قررت إني مش هستسلم للرعب ده، أنا لازم أعرف إيه اللي بيحصل. لو ده مرض نفسي أنا هثبت ده لنفسي، ولو دي حاجة تانية لازم أشوفها. اشتريت كاميرا مراقبة صغيرة بتصور في الضلمة، ركبتها في زاوية الأوضة العالية ووجهتها على السرير بحيث تجيبني وأنا نايم وتجيب الأوضة كلها. هل في حاجة بتدخل الأوضة فعلا؟ هل الظل ده بيطلع في الكاميرا؟ فضلت صاحي لحد الساعة 2 بالليل. كنت سايب نور الأباجورة الخفيف شغلت الكاميرا ونمت. صحيت تاني يوم الصبح الساعة كانت 10. أول حاجة لاحظتها إني ما صحيتش متكتف امبارح. نمت نوم عميق جدا لدرجة إن صحيت حاسس إن جسمي كله متكسر، عظمي بيوجعني كأني كنت بجري مسافة طويلة. فرحت، حسيت إن الكاميرا ممكن تكون حاجز نفسي منع الخلل إنه يحصل، بس الفضول قتلني. أخدت الكارت الميموري بتاع الكاميرا وحطيته في اللابتوب عشان أشوف الفيديو. شغلت الفيديو وبدأت أسرع الأحداث. الساعة 2 أنا نايم عادي، الساعة 2:30 بتحرك في سريري، الساعة 3:10 الأوضة كلها فجأة ضلمت في الفيديو، نور الأباجورة طفى لوحده. وقفت التسريع وبدأت أتفرج بالبطيء، قلبي بدأ يدق. الساعة 3:15 الغطا اللي عليا بدأ يتحرك. كنت مستني أشوف ظل أسود بيدخل من الباب أو حاجة بتتشكل فوق السرير زي ما كنت بحس، لكن اللي شفته شل تفكيري تماما. اللي شفته هو أنا اللي في الفيديو. فتحت عيني، بس عيني ما كانتش طبيعية، كانت مفتوحة على آخرها واسعة جدا ولونها أسود بالكامل، مفيش أي بياض فيها. قمت قعدت على السرير، حركتي كانت آلية كأن عروسة خشب مربوطة بخيوط وفي حد بيحركها من فوق. بصيت للكاميرا، أنا متأكد إن الكاميرا كانت متخبية فوق الدولاب ومستحيل تتشاف في الضلمة، بس النسخة اللي مني في الفيديو كانت بصلها على طول وابتسمت ابتسامة عريضة مرعبة، ابتسامة واحد مش أنا. وبعدين قمت وقفت من على السرير ومشيت ببطء لبره الأوضة. وأنا قاعد قدام اللابتوب كنت بترعش، العرق غرق هدومي. أنا بمشي وأنا نايم؟ أنا عمري ما مشيت وأنا نايم. سبت الفيديو يكمل، الأوضة فضلت فاضية ساعة كاملة. الساعة 4:15 أنا رجعت الأوضة، بس المرة دي ما كنتش بمشي عادي، كنت بمشي بصعوبة كأني شايل وزن تقيل جدا فوق كتافي، كأني بنهج رغم إن مفيش صوت واضح. رميت نفسي على السرير بصعوبة وبعدين جسمي كله اتخشب. فضلت متخشب حوالي دقيقتين وبعدين خدت نفس عميق جدا ورجعت نمت طبيعي. قفلت اللابتوب. أنا مش فاهم حاجة، أنا خرجت رحت فين الساعة 3 بالليل؟ عملت إيه لمدة ساعة كاملة؟ عقلي ما كانش قادر يستوعب. فكرة إني مجنون أو بمشي وأنا نايم كان أهون بكتير من الإحساس المرعب اللي بدأ يتسرب لقلبي. افتكرت عم محمود، افتكرت اليوم اللي مات فيه. نزلت جري على السلم، خبطت على أوضة البواب واديته 500 جنيه وقلت له أنا عاوز أشوف كاميرا المراقبة اللي في مدخل العمارة واللي جايبة السلم بتاعة يوم ما عم محمود مات. البواب استغرب بس الفلوس خليته يسكت ويشغل لي جهاز التشغيل. جبنا تاريخ اليوم اللي مات فيه عم محمود. قبلها ب3 أيام الساعة 3:15 بالليل الكاميرا اللي على السلم جابت باب شقتي. الباب اتفتح ببطء وأنا خرجت منه.
كنت ماشي بنفس الطريقة الآلية، راسي مايلة لتحت. وقفت قدام باب شقة عم محمود، مدت ايدي وحطيتها على أكرة الباب. الباب اتفتح معايا من غير مفتاح، كأنه كان مستنيني. دخلت شقة عم محمود والباب اتقفل ورايا. فضلت جوه شقته ساعة كاملة عم محمود كان بيواجه فيها أبشع كوابيسه. الساعة 4:15 باب شقة عم محمود اتفتح وأنا خرجت. مشيتي كانت أتقل ووشي كان في الأرض، ورجعت دخلت شقتي. الصدمة كانت أكبر من إن عقلي يستوعبها. الرؤية كلها ضلمت في عيني. الجاسوم ما كانش كيان خارجي بيهاجمني وأنا نايم. الجاسوم ما كانش ضل في الأوضة. الكيان ده ما كانش بيقعد على صدري. الكيان ده جوايا. التكتيفة والشلل والخنقة اللي كنت بحس بيها ما كانتش لأن في حاجة هجمت عليا، دي كانت روحي أنا وعقلي الباطل بيصحوا في اللحظة اللي الكيان ده بيحاول يخرج فيها من جسمي عشان يتجسد ويروح يتغذى على رعب وحياة الناس اللي حواليا. الوزن التقيل اللي كنت بحس بيه على صدري قبل الفجر ما كانش كيان بيخنقني، ده كان الكيان بيرجع يدخل جوه جسمي تاني بعد ما خلص مهمته. الظل اللي كنت بشوفه في زاوية الأوضة ما كانش عفريت، ده كان الظل بتاعي أنا بينفصل عني. أنا اللي قتلت عم محمود. جسمه هو الوعاء اللي الكيان ده بيستخدمه عشان يصطاد ضحاياه في العمارة. وعشان كده أنا كنت بحس بالإرهاق والتعب كل يوم الصبح. رجعت شقتي وأنا حاسس إن روحي بتتسحب مني. قررت إني لازم أمشي حالا، هلم هدومي، هسيب العمارة، هسيب البلد كلها. دخلت الأوضة، وقفت قدام المراية اللي جنب الدولاب عشان أخد حاجتي. وأنا باصص لنفسي في المراية فجأة النور بتاع الأوضة طفى. حاولت أرفع إيدي عشان أمسك الموبايل وأنور الفلاش، إيدي ما اتحركتش. حاولت أرجع خطوة لورا، رجلي اتسمرت في الأرض. شلل تام، بس المرة دي وأنا صاحي وأنا واقف على رجلي. البرودة الرهيبة ملت الأوضة، ريحة التراب والمقابر ملت مناخيري وأنا واقف متكتف ومش قادر أرمش. بصيت في المراية في الضلمة، انعكاسي في المراية بدأ يتحرك لوحده. النسخة بتاعتي اللي في المراية ابتسمت نفس الابتسامة العريضة المرعبة اللي شفتها في الكاميرا، وعينيها اسودت بالكامل. وفجأة سمعت صوت ما كانش جاي من بره. الصوت كان بيتردد جوه عقلي نفسه بصوتي أنا، بس بنبرة مخيفة. هنهرب نروح فين يا أحمد؟ إحنا لسه ما خلصناش العمارة، الدور على اللي ساكن فوقينا. وفي اللحظة دي انعكاسي في المراية رفع إيده، ولقيت إيدي الحقيقية في الواقع بتترفع غصب عني وراحت ناحية زرار النور وقفلته تماما، وبقيت مسجون جوه جسمي في الضلمة للأبد.